كلكم ضالعين. عمرو اديب ده انا قايله عليه ايه؟ عمرو اديب من كام شهر، من شهرين، قلت عمرو اديب ده هيحصل له ايه وحصل له ايه. كفايه ان مصر كلها وقفت قصاده. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما؟ اجيب لكم انا قايله عليه ايه؟ شفتوا الشتيمه اللي اتشتمها؟ شفتوا الاهانات اللي حصلت؟ قايله لكم ايه بعد الجوازه دي هيحصل له ايه؟ بلعب تنس انا بنت ولا بقول حقائق؟ الله تفكريني بلعب تنس الصبح عشان شعري اصفر؟ واللي مفكره نفسها واصله لجوزها بالاعمال، انت في اخر مرحله هتبقي خلف الاسوار، يا هتموتي عشيقك يا جوزك، لسه مش عارفين. هو هينزل القرار من فوق، هنشوف. على رأي أغنية يانا يانا ينتا، وبكرة هنشوف. انا متوقعه لك توقعاتين، يا العشيق هتموتيه يا الزوج هتبجيه. لسه هنشوف بقى النهايه هتبقى. هو في سجن، بس ايه هو اللي لسه ما عرفناش. زي ما توقعت الاستاذ عمرو اديب ان هيحصل له اللي حصل، وتوقع، فان شاء الله ده احساسي، حلمت بيكي كده، يا بجاه في البجيجه وفي حد منهم. طب الزوج ولا العشيق؟ تقريبا العشيق هتبجوا ببعض. هيمسك عليكي صور تقولوا له لا يا عشيق يخش. هي هتيجي على حاجه بسيطه قوي. الصدام هيكون صدام مفاجئ قوي.